على بالكم أنا بأمريكا ولا بالبرازيل ولا بجزيرة في جنوب أفريقيا ولا بشرق آسيا؟ لا، أنا في منطقة الشهداء، وتحديدا في بيت صاحبه حول السرداب كله إلى محمية، ومثل ما قاعد تشوفون التقرير مبين من عنوانه. مسا عليكم بالخير وعلى كل اللي قاعد يتابعون قناة الراي حاليا. نقول لكم حياكم الله، نورتونا في هذا البيت الجميل. افضل فتره تشتري الطير الحين، تشتري الطير الحين تخزنه مده شهرين ثلاث، تدخل على نهايه 8 اول 9 تبدي الاسعار تصعد. اللي قاعد يتابع الشاشه الحين ويعرف اسامه مندني من زمان راح يفهم انه اسامه على قولة الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا منذ مبطي داش في عالم البيع والشراء وتسعيره الطيور هذه. طبعا نفتخر بالانتاج المحلي الكويتي، نفتخر بالانتاج الخليجي. الطيور خلينا نسميها الذهب. اليوم لما نتكلم على الهايسنت ما راح ينزل سعره. اليوم لما نتكلم على المهجنات، اي طير تجاوز سعره 2000 وايد صعب انه ينزل. هذول يتذبذبون، يصعد ينزل، يصير تحديات مع بعض. سوق الطيور الناطقه سوق حيوي، بس يبي له الذكي، يبي له الذكي اللي يدخل في هذا السوق ويستفيد منه. ونقطه واحده، ينظف هذا ويصفيه. هل لك صافي النيه، قلبك ابيض ودوس. أسامة، أنت طيرت في أماكن تعتبر معالم الكويت، وكذلك أنت بعد اتجهت للإنتاج. ما بين التطيير والإنتاج وين تلاقي نفسك؟ اكو فرحتين. اكو الفرحه رقم واحد لما تكون قاعد تطير ومستمتع وطيرك بالهواء وصار له 3 ساعة ربع ساعة مو شايفك ولا شايفه بين هالعماير والابراج والدنيا، ومره واحده يظهر ويجيك من كبد السماء ويجي على ايدك. تدري شنو البهجه والفرحه اللي هني؟ ولكن اكو ايضا فرحه ثانيه ولا تقل بهجه ولا تقل على قولتهم سعاده، لما تتابع الفرخ من يوم كان بيضه، تبطل الصندوق، تطلع البيضه من الصندوق، تاخذها تحطها بالفقاسه، تتابعه بالفقاسه 28 الى 32 يوم، يطلع تبدي توكله بيدك كل ساعتين. تدري شلون هالحلقه جميله؟ حلقه ما بين بيض الى انطار، وهو من انتاجي وانا مطير امه وابوه. شيء ممتع. بيض المكاو ينوكل. هذا بيض المكاو اذا اكلته ما تدري ليش عشك مساك، وايد غالي اخوي.